أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من كورس المحاسبة المالية. اتكلمت في الحلقتين اللي فاتوا على شرح معادلة الميزانية وشرحنا مثال عملي في الحلقة التانية. النهاردة هنعرف مع بعض يعني ايه القوائم المالية وفايدة كل قائمة، وهنطلع القوائم المالية لتمرين الحلقة اللي فاتت. ايه القوائم المالية اللي statements؟ أول قائمة عندي قائمة الدخل الانكم ستيتمنت. انا لو عايز اعرف صافي الربح او صافي الخسارة اللي المشروع بتاعي حققه، اللي بيجاوب ليا السؤال ده قائمة الدخل. ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل مقابلة ما بين الايراد والمصروف وبستنتج يا صافي ربح او صافي خسارة. فعلى سبيل المثال لو جيت اطبق على المثال بتاع الحلقة اللي فاتت، هلاقي عند حضرتك ان كان عندنا ايراد الخدمات ب4700 جنيه، وعندي شوية مصروفات، مصروف رواتب 900 جنيه، ومصروف ايجار 600 جنيه، ومصروف الاعلان 250 جنيه، ومصروفات نسرية 200 جنيه. اجمالي المصروفات 1950. لما اعمل مقابلة بين الايراد 4700 جنيه والمصروف 1950، هيديني صافي الدخل 2750. وهي ده وإجابة قائمة الدخل وفايدة قائمة الدخل المحاسبية. تاني قائمة عندي قائمة التغير في حقوق الملكية الأونرز إيكويتي ستيتمنت، ودي بتجاوب ليا أو بتبين ليا التغيرات في حقوق الملكية لفترة زمنية. فلو هطبق الكلام ده على مثال الحلقة اللي فاتت، لو حضراتكم تفتكروا معايا ان كان عندي رأس مال، كنت بادئ بالمشروع ب15,000 جنيه، وعملت استثمار اضافي. لو حضرتك تفتكر ب2750، هضيف ال2750 الاستثمار على رأس المال، هضيف الانفستمنت على الكابيتال، يطلع عندي 17,750. اللي حصل في رأس المال من تغير تاني حتة المسحوبات يا جماعة. هطرح المسحوبات اللي هي كانت 1300 جنيه من رأس المال بعد الإضافة 17,750، يدينا 16,450، وده رأس المال في نهاية الفترة. ثالث قائمة هي قائمة الميزانية العمومية البالانس شيت. دي طبعا بتبين لي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. عايز أقول حاجة يا جماعة، لما بدأت معاك في الكورس بمعادلة الميزانية وابتديت أحل مثال عملي، كل مرة كانت معادلة الميزانية في حالة تساوي، وهو ده عرض قائمة المركز المالي. يعني في كل إجابة سؤال احنا كنا بنعمل قائمة مركز مالي. معادلة الميزانية ما هي إلا قائمة مركز مالي. فقائمة المركز المالي البالانس شيت بتعرض لي أصول والتزامات وحقوق ملكية، وبتاخد في اعتبارها التأثيرات اللي حصلت. فأنا لو هطبق على المثال اللي معانا، هنقول إن قائمة المركز المالي أول حاجة عند الأصول، عندي نقدية ب8050، عندي مدينون ب1400، وكان عندي مهمات مكتبية 1600، وعندي أجهزة ب7000. إجمالي الأصول توتال أسيتس ب18,050. ده كده الجانب اليمين من المعادلة. الجانب الشمال الالتزامات وحقوق الملكية liabilities and owners equity. هلاقي حضرتك الالتزامات متمثلة في الدائنون ب1600 جنيه، وحقوق الملكية متمثلة في رأس المال ب16,450. 16,450 ده اللي جايلي من قائمة التغير في حقوق
الملكية اللي خدت في اعتبارها الإضافة بتاع الاستثمار وخدت في اعتبارها أنقص المسحوبات. يبقى الدائنون عندي ب1600 وحقوق الملكية 16450. إجمالي الالتزام وحقوق الملكية ب1850. هلاقي إن تبقى معادلة الميزانية في حالة تساوي، وهو ده كان الغرض من عرض وتركيز على معادلة الميزانية. رابع قيمة معانا هي قيمة التدفقات النقدية، بيقولوا عليها ال Statement of Cash Flows. دي بتبين لي المقبوضات والمدفوعات، بتبين لي التدفق النقدي الوارد والتدفق النقدي الصادر. ودي طبعا فيها 3 أقسام أساسية، فيها عمليات تشغيلية وفيها عمليات استثمارية وفيها عمليات تمويلية. فلو أنا هطبق على المثال اللي معانا، يبقى التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بيقولوا عليها عايز أطلع من القصة دي بحاجة اسمها ربح التشغيل. المقبوضات النقدية من الإيرادات 3300 جنيه. طيب المدفوعات النقدية عن المصروفات 1950. لما أعمل مقابلة بينهم هلاقي إن رصيد النقدية من العمليات التشغيلية 1350. تاني حاجة عندي هلاقي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية، هلاقي فيها حاجة واحدة بس ودي هتكون بالسالب اللي هي مشتريات الأجهزة ب7000. تالت حاجة التدفق النقدي من العمليات التمويلية. ايه اللي حصل في التمويل يا جماعة؟ هلاقي ان الاستثمار كان المشروع بادئ ب15000، هنقص منهم المسحوبات اللي حصلت 1300، يبقى 15 ماينص 1300 تدينا 13700. صافي الزيادة في النقدية لما اجي اعمل مقابلة ما بين النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، لما اجي اقول 1350 ناقص 7000 زائد 13700 تديني 8050. ده كده النقدية في نهاية الفترة، ودي كانت الفايدة من إعداد قائمة التدفق النقدي. كده يا جماعة نكون انتهيت من الحلقة الثالثة بعد ما عرضنا القوائم المالية. انتظروني إن شاء الله في الحلقة الرابعة من كورس المحاسبة المالية على قناة 5 Accounting، طريقك للواقع العملي. إن شاء الله كل اللي جاي هيكون عملي، هنجيب فواتير، هيجيب لك بيانات شركة فعلية، هنبتدي نسجل في الدفاتر أكنك شغال في شركة. هبتدي أدخلك على الكمبيوتر، هدخلك على الإكسل وهدخلك على برامج محاسبية. انتظروني إن شاء الله في الحلقة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.